يعني. لا بس النخبه جزء كبير منها ما كانش مع مرسي، يعني خلينا صراحه، ويعني انا بتحرك في وسطهم كتير، سواء كانت نخبه علميه او نخبه ثقافيه او نخبه اعلاميه، كان جزء كبير منهم ما كانش مع مرسي، يا اما مع شفيق يا اما ضد الاثنين، لكن ما كانش مع مرسي في الحقيقه. يعني مرسي انتخبوا البسطاء من الناس، يعني ال8 مليون اللي زادوا على ال5 مليون بتوعه، يعني ال5 مليون الاولين دول الاخوان ومحبيه، 8 مليون اللي جم دول البسطاء من الناس، وعيهم صحي وحسوا ان الثوره في خطر، فحطوا صوتهم لمرسي حتى ولو كانوا معترضين على الاخوان او على مرسي او على شخصيه مرسي حتى. فيعني انا اتوقع ان هذا النسيان وراءه هذا الاحساس اللي اعتقد ان هو محتاج الفتره الجايه ان هو يتظبط، وانه يحصل حاله من التصالح بين الرئيس المنتخب والنخبه. يمكن بعض النخبه يتغير موقفهم لما شافوا، لان برضو كانت النخبه بتنظر باستعلاء لمرسي ولما يمثله. النخبه دايما تنظر للمتدينين عموما ان هم ظلاميين رجعيين متخلفين جهله، يعني هذه الصفات تصل الى درجه العنصريه. طيب هل الازدراء